بني مزار هو أشهر اسم مرتبط بكلمة مجزارة، وهي فعلا مجزارة. 10 ديال الناس ماتوا بنفس الشكل وبنفس الطريقة، والقصة من بدايتها لنهايتها صعيب تعاود تكرر بنفس الدقة. غادي نهضروا اليوم على مذبحة بني مزار في الحقيقة الكاملة. 2005 في دوار شمس الدين التابع لبني مزار، هو فيلاج صغير في مصر. ابو بكر عبد المجيد هابط يصلي الفجر بحال ديما، وكيتسنى خوه طه باش يصلي معاه، اللي مولف يشوفو كل يوم في صلاه الفجر. ومن بعد الصلاه كيطلعوا لدار امهم باش يفطروا مجموعين، ومن بعد كل واحد كيمشي لخدمته. ولكن داك النهار طه ما بانش، وابو بكر استغرب بزاف حيت ما شافش خوه اللي مولف يشوفو كل نهار في صلاه الفجر. سالت الصلاة وقلب عليه بين المصلين ولكن ما لقاش، وطلع لدار مو حيت خوه عايش معاها، وتصدم ملي لقى الدار مسدوده والضو طافي. وهذا الشيء كيعني ان حتى حد ما فايق. ملي حل ابو بكر بالساروت اللي عنده كيكتشف ان امه ميته وغرقانه في دمها ومصارنها خارجه للبرا. وابو بكر تصدم وبدا كيغوت بالجهد ويعيط على الناس والجيران، ودخل باش يشوف خوه طه ولقاه حتى هو ميت بنفس الطريقه، الراس مهرس والكرش محلوله من النص والمصارن خارجين وغرقان في الدم، وحده كل جثه كاينه حمامه ميته. الناس بدات كتجمع حدا دار ابو بكر بسبب الغوات، وحيت الطبيعه العروبيه الناس كتفيق بكري. العدد ديال الناس اللي تجمعوا كان كبير بزاف، وملي دخلوا للدار لقاو ابو بكر من كثره الغوات دخل في غيبوبه. وفجاه الناس تيسمعوا غوات اخر مجهد طالع من الدار اللي حداهم، وهذه كانت دار الحاج محمود محمد عبدو اللي كان خدام فلاح. والغوات كان ديال بناته بجوج اللي فاقوا على صوت الصداع في الزنقه، واكتشفوا ان باهم الحاج محمود محمد عبدو حتى هو ميت بنفس الطريقه، الراس مهرس فتحه وسط الكرش والمصارن خارجين للبرا، وتا هو حدا حمامه. وزادوا اكتشفوا ان امهم الحاجه صباح عبد الوهاب ميته بنفس الطريقه، الراس مهرس وفتحه في الكرش وحداها حمامه. حتى خوتهم الصغار فاطمه 8 سنين واحمد 10 سنين مقتولين حتى هما بنفس الطريقه، وحدا كل طفل كاينه حمامه. الناس ديال الدوار تجمعوا وحده هاد جوج ديور، دار ابو بكر ودار الحاج محمود، ولقاو باللي مالين هاد الديور ميتين لداخل بنفس الطريقه وبنفس الشكل. وهنا وصل عدد الضحايا المقتولين ل6 ديال الناس بالضبط، ومن جوج ديور مختلفين في نفس الوقت. وفي هاد الوقيته كان واحد التلميذ سميتو محمد يحيى، كان في المرحله الاعداديه ديك الساعه، وبالصدفه كان بايت داك النهار عند جداته، وكان غادي في الصباح للمدرسه. قرر يدوز لدار باه باش ياخذ شي كتوبه، وهو داخل الحومه لاحظ الدنيا عامره وكاين الزحام، وسمع هضره بحال شي ناس ماتوا وشي حد قتلهم، وما كان فاهم والو ديك الساعه. وبدا تيلاحظ باللي البوليس والامن بداو كيوصلوا، فقرر يطلع لدار باه باش يفهم شنو واقع. طلع وبقى كيدق في الباب وتا حد ما حليه، جبد الساروت اللي عنده وحل الباب باش يلقى عائلته كامله مقتوله وغرقانين في بركه ديال الدم. باه الاستاذ يحيى اللي كان معلم، ومو نعمات وخوته بجوج صغار، محمد 3 سنين واسماء اللي عندها غير عام واحد. تلميذ محمد يحيى نهار وبدا كيغوت بصوت عالي، وطلعوا عنده الناس ديال الدوار كيجريو، واكتشفوا ان دار محمد ميتين بنفس الطريقه بالضبط. وهكذا وصل عدد الضحايا ل10 ديال الافراد ميتين بنفس الطريقه وبنفس الشكل. 10 ديال الضحايا محطوطه حمامه حدا كل جثه فيهم. الناس ديال الدوار كلشي طلع كيجري لديورهم باش يطمنوا على عائلاتهم واش ما مقتولش فيهم شي حد. وفي نفس اللحظه الامن وصل واكتشف باللي هو قدام جريمه فريده من نوعها، وصعيب تحصل ثاني او تعاود بنفس الشكل وبنفس الدقة. المعلومات الأولية كتقول أن طريقة قتل الضحايا ال10 هي نفسها، وأنه تم قطع الأعضاء التناسلية للضحايا ال10، حتى الدراري الصغار داروا فيهم هكا. المعلومة الثانية هو وجود حمامة حدا كل جثة، والأغرب أن كل جثة ديال ذكر حداها حمامة ذكر، وكل جثة ديال أنثى حداها حمامة نتوى. وهذا الشيء فتح مجال عند شي ناس من الدوار يقولوا باللي هذه الجريمة عندها علاقة بالسحور، وغادي نعرفوا علاش من بعد. المهم التقرير المبدئي كيقول باللي اللي نفذ هذه العمليه عدد من الاشخاص ما يقلوش على 5 ديال الناس، وان جريمه قتل الضحايا ال10 تقريبا تمت في اوقات متقاربه. وهذا الشيء كان واضح من شكل الجثث. رجال المعمل الجنائي والتحقيقات بداو كيجمعوا الادله ويسمعوا للشهود، والطب الشرعي كان كيتسنى وصول الجثامين ل10 باش يفهموا اكثر شنو وقع. نبداو بالمعمل الجنائي اللي لقى صعوبه كبيره في جمع البصمات والادله بسبب العدد الكبير ديال الناس اللي دخلوا للديور بثلاثه غير سمعوا الخبار، ومن كثره الزحام تخلطوا البصمات والادله، وهذا الشيء صعب المأموريه. ولكن اللي كان واضح ظاهريا هو ان الديور بثلاثه كانوا مسدودين بشكل طبيعي وما باين عليهم حتى اثر ديال الاقتحام او تهرس في البيبان.
وهنا كان الاحتمال الكبير أن المجرمين دخلوا من السطح، حيث الناس قالوا للأمن أن البيبان كانت مسدودة، وزيد عليها أن الضحايا تقتلوا في بلاصة نعاسهم أو قراب ليها، يعني ما كانتش مقاومة. وهذا الشيء أكد للأمن أن اللي دار هذا الشيء شي حد من الدوار وعارف الديور مزيان. وفجأة ورجال المعمل الجنائي خدامين لقاو فردة ديال الصباط وحده كاينه فوق سطح واحد من الديور اللي وقعت فيهم الجريمه، وتحفظوا عليها على امل توصلهم للمجرمين. من بعد ما داز النهار الاول ولات قضيه مجزره بني مزار قضيه راي عام، ووقع ضغط كبير على الامن باش يلقاو الجنات دغيا. الامن بدا كيسمع للشهود اللي اكدوا كلهم انهم ما سمعوا حتى صوت غريب او عالي في الليل من دوك الديور، وزيد ان الضحايا كانوا مع الناس بشكل عادي حتى الوقت متاخر، وتقريبا تحدد وقت الجريمه من 1:30 الليل واستمرت لمده ساعه وسالات مع 2:30. هنا تفتح باب الاشاعات وبدات كتدور اشاعات بزاف. اولها ان المذبحه عندها علاقه بالسحور، وان دوك الضحايا العشره هما قرابين للشيطان، حيث كان ذاك الوقت منتشرين الناس اللي كيقلبوا على الكنوز بالسحور. واللي خلى الاشاعات تكبر هو دوك الحمامات المقتولين حدا الجثث، ذكر حدا الذكر ونتوى حدا نتوى، وقطع اعضاء التناسليه. فالناس فسروا هذا الشيء انه من اقدر اعمال السحر. دازوا الجثث للطب الشرعي، وطلع تقرير كيقول تم استعمال جسم معدني عريض لتهراس الراس غالبا شاقور، واستعمال جسم معدني صغير وماضي بزاف لفتح الكرش وقطع الاعضاء، يرجح انه مشرط طبي. ومن بعد هذا التقرير تحولت الهضره عند الناس من السحور لتجاره الاعضاء، خصوصا من اللي سمعوا قضيه المشرط الطبي. وفي الوقت اللي التحقيق خدام، الناس ديال الدوار كانوا مخلوعين وداروا عساسه باش يحضيو ديورهم بمساعده الامن. حتى بانوا شي شهود قالوا باللي كانت لومبيلونس جات قبل سيمانه كتاخذ عينات الدم، وقالوا لهم حنا حمله من وزاره الصحه. ومن بعد ما مشات خلات علامات على شي ديور، ومن ضمنهم الديور الثلاثه اللي وقعت فيهم المجزره. ولكن الامن ملي سول وزاره الصحه، الوزاره نكرت تماما انها صيفطت شي اسعاف، وبدات الامور كتعقد اكثر. وصلنا للنهار الرابع والراي العام كيضغط والاشاعات كثرات لدرجه قالوا هذه عصابه كبيره ديال سرقه الاعضاء. الامن كيجري باش يشد الجونات ويحبس الاشاعه. جا النهار الخامس والامن دار ندوه صحفيه واعلن انه تم القبض على الجاني، وكنعاودوها تاني الجاني ماشي الجونات. قالوا اللي دار هذا الشيء كامل شخص واحد سميتو محمد عبد اللطيف، ونشروا تصاورو واعترافاته الكامله باللي هو اللي تسلل من السطح وقتلهم بنفس الطريقه اللي قال الطب الشرعي، شاقور للراس ومشرط للكرش والاعضاء. الناس ديال المدينه ارتاحوا شويه حيت عرفوا شكون هو القاتل، والامن قال باللي محمد مريض نفسي وغير متزن. ولكن وسط هاد الاعترافات القضيه كانت عامره بحاجات غريبه. صعيب بزاف شخص واحد يرتكب جريمه بهذا التنظيم والدقه بوحده. تقرير الطب الشرعي قال باللي طريقه فتح الكرش وقطع الاعضاء فيها خبره طبيه، والشخص اللي دارها خاصو يكون جزار او متمرس. ورغم ان بزاف الناس اكدوا ان محمد هو اللي دارها وانه مثل الجريمه، الا ان الموضوع كان فيه ان اولها محمد ما عنده حتى عداوه مع دوك الناس اللي ماتوا. شنو اللي يخليه يقتلهم بهذه البشاعه؟ هنا قرر المحامي والنائب الراحل طلعت السادات يتولى الدفاع على محمد عبد اللطيف، حيث هو ومجموعه الخبراء كانوا متاكدين ان محمد بريء وانهم لفقوا ليه التهمه واخا اعترف مثل الجريمه. السادات استند على ادله قويه، اهمها التقرير الطبي الشرعي والمعمل الجنائي. قالوا صعيب واحد يدير هذا الشيء، واقل عدد هو 5 ديال الناس. وزيد عليها الفرده ديال الصباط اللي لقاو في مسرح الجريمه ما جاتش قد محمد نهائيا وماشي ديالو اصلا. واكثر من هكا اثبت المحامي بتقرير طبي ان محمد في كامل قواه العقليه وماشي مريض نفسي كيف قال الامن. وكل التقارير اللي جاب السادات كانت عكس هضره الامن. وهنا تحولت القضيه للمحكمه وكان كل شيء متبعه، ولكن وقعت مفاجاه في جلسه المحاكمه وصدر حكم تاريخي. المحكمه حكمت ببراءه محمد من كاع التهم، والسبب هو تضارب التقارير الامنيه واختلاف في اعترافات محمد مع تقرير الطب الشرعي، يعني كان اختلاف في طريقه التنفيذ. وزيد ان ادوات الجريمه والاعضاء التناسليه محمد ما عرفش يقول فين بلاصتهم وما قدروش يلقاوهم. المحكمة طلبت من الأمن يلقاو القاتل الحقيقي أو القتلة الحقيقيين، حيث المحكمة والرأي العام كان عندهم نفس الرأي. مستحيل شخص واحد يدير هذه المجزرة، وتم اتهام الأمن في ذاك الوقت أنهم بززوا على محمد يعترف باش يسدوا الملف.
حكم البراءة نزل على ناس بني مزار بحال الصاعقة، حيث كانوا متأكدين أن محمد هو اللي دارها، وحيث الأمن خاف على الناس يتهجموا على محمد صيفطوه للإمارات باش يعيش تما. ومن بعد سنين الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تلاقى مع محمد بالصدفة في الإمارات ودار معه لقاء طويل، ومحمد أكد في اللقاء أنه تعذب وبززوا عليه يعترف وأنه فعلا مظلوم. ورغم مرور 18 عام على هذه الواقعة لحد هذه اللحظة حتى حد ما عرف شكون اللي ارتكب مجزرة بني مزار وعلاش. السلام عليكم.